جيوكوريز واحد من اللعيبه اللي لفتت انتباه الناس في سبورتنج لشبونه، بس ما تعرفش ليه انديه العالم كله انسحب من الصفقه دي، ومفيش غير فريق واحد بس وهو ارسنال اللي قرر ان هو يكمل السباق. فتعالوا كده نشوف صفقه فيكتور جيوكوريز دي صفقه ربحانه ولا خسرانه. جيوكوريز لعيب مواليد 98، عنده 27 سنه، قوي وهداف ومعدل اهدافه عالي جدا. الموسم اللي فات مع سبورتنج لشبونه جاب 39 جول في 33 ماتش في الدوري بس، وده معدل عالي جدا. ومن ناحيه المميزات فجيوكوريز بيمتاز ان هو لعيب مهاجم تارجت مان كويس جدا، ذكي وتحركاته خطيره وبتزعج اي دفاع، وكان بيتنبأ ان الانديه كلها هتجري وتتخانق عليه، بس ما لقيناش في الاخر غير ناديين بس، هو مانشستر يونايتد وارسنال، وهو اختار ارسنال. وبصراحه اختيار منطقي جدا. في اسباب كتيره جدا ان خلت انديه كتيره تنسحب من الصفقه دي، بس اكبر سبب ان سبورتنج لشبونه فريقه الحالي بيغالي في السعر بشكل مش طبيعي، فكله اداهم الصابونه. طب جيوكوريز لارسنال صفقه ربحانه بقى ولا خسرانه؟ ارسنال محتاجين مهاجم باي شكل، وجيوكوريز مهاجم كويس واثبت كفاءته في الفترات اللي فاتت، مش بقوه مهاجمين تانيين زي ايزاك مثلا، بس لعيب كويس وموجود في السوق، وارسنال محتاج في المركز ده. فانا هخليني في السيف زون واقول ان الصفقه دي ربحانه لارسنال. قول لي انت رايك ايه في الصفقه دي، واعمل لايك وفولو عشان نتقابل تاني. انا احمد سينا من خدها اقول لك.